خش جوه يا ماكس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كابتن عبد الكريم برحب بيكم وبحييكم من النهارده. كنت قلت لكم وعدتكم ازاي الانتاج العالي الفائق للجوده وفنيات والحاجات دي كلها. بالنسبه للانتاج او ازاي تعمل كلاب كويسه ضخمه وذكيه، نتكلم الاول على الذكاء. اختيار الام يا جماعه في الانتاج هو الاساس في الانتاج. في ناس بتقول لك الاب لا، لو رحت كده عملت DNA للاب والام او حد من هنا في مصر وفي اماكن ديت لو عايزين تعرفوها كلموني، بتعمل تحاليل DNA عشان تقدر تجوز ذكر وانتايه يوفقوا مع بعض في الجينات عشان تطلع انتاج حلو ذكي وفي نفس الوقت ضخم. طيب 70% من الذكاء الكلب او الجرو بياخدوه من الام. تخيلوا كل الدراسات في اوروبا او كل الانتاج اللي في اوروبا، لان الناس اللي بتروح تشتري من السوق العالمي في هولندا دوت عارفين المنتج اللي هو بيبيع طبعا الوحدات العسكريه. 70% من ذكاء الكلب بياخدوه من الام. الضخامه ممكن من الاب. فده بتعرفوا ازاي؟ بالتحليل DNA اللي هو بيجي من مركز التناسليات. لو عايزين تعرفوه كلموني تليفون وانا تحت امركم واقول لكم ازاي تعملوا الانتاج الكويس. فالكلب الذكي ياخد من الام، عشان كده اختيار الام بنجيب الام المطقطقه الفاهمه اللي هي اكتف على طول، لعبها كويس، عندها استحواذ على كوره او حاجه. عشان كده بتنقله لجراويها في خلال الشهرين الرضاعه. هي في خلال شهرين الرضاعه الام دي بتعلم جراويها ازاي يتعاملوا وبتدي لهم الشخصيه بتاعتها. طبعا الشخصيه مش شخصيه كانثى، شخصيه ككلب ذوات اربعه عنده الجراءه وحاجات كتيره قوي اكتف هتخدمني انا فيما بعد. ف70% من ذكاء الجراوي بيجي من الام، لان الام ذكيه فبيرثوا من الام جينات مع التعليم خلال فتره الرضاعه الشهرين. الضخامه بقى بتيجي منين؟ من الاب. خلاص هتلاقوا بس حتى في البشر كده تلاقي الواد طلع لابوه، يعني جسمه عالي زي ابوه وممكن ياخد ذكائه من امه. دي حاجات علميه ومثبته على ارض الواقع، مش هاري في كلام او معلومه كده جايه من على الانترنت عن حد كاتبها كده عشوائي عشان حاجه. انما زي ما قلنا 70% من الذكاء الجراوي بيجي من الام، والضخامه من الكلب. طيب عشان اعمل انتاج بيدور على النتايه اللي هي زي ما قلنا في الشكل والمضمون والذكاء وكل حاجه، وبعد كده بدور على الاب. ويا ريت ادور على الاب مش من دم الام، بعيد قوي عن دم الام، حتى ان شاء الله من الدرجه الخامسه، لا ابن خالتها ابن عمتها كل ما بتدور على خط الدم البعيد بنطلع حاجه كويسه. وممكن لو عايز اعمل DNA زي ما قلت لكم كلموني واقول لكم الاماكن اللي بتعمل DNA للكلاب. اوكي، احنا عندنا هنا الدم بقى مقفول لان احنا كلنا بننتج من بعض. فيعني انا بنصح المنتجين تدور على، يعني اللي عنده انتايه يدور على حد مثلا من كفر الشيخ منتج او عنده كلب، ما يخشش جوه محافظته ويطلع بره ويسال الكلب ده جاي ومنين. جوزوا من بعض عادي، ده ممكن تحسنوا بيه السلاله وممكن تحسنوا بيه شكل الكلب وحجمه والحاجات اللي احنا بندور عليها او الحاجات اللي بتحتاجها الناس. اي اسئله عن موضوع الانتاج الصحيح بشكل عام، لو الكلب ضخم او الكلب ذكي كلموني وانا برضو اقول لكم على الاماكن اللي هي ممكن تساعدكم في انكم تطلعوا انتاج عالي الجوده. انا عارف ان في ناس بتعمل كده في مصر ودي اللي هي بتطلع السعر العالي، بس انا بتكلم على الناس اللي مش عارفه. اوكي، ما حدش يفهم غلط، انا بتكلم على الناس اللي مش عارفه الطريق الصحيح فين. وان شاء الله يبقى ليكم انتاج كويس ورزق حلال ورزق اكتر وتتوسعوا وبتبقى احنا عندنا سلاله كويسه وننفتح في كل حاجه. كابتن عبد الكريم تدريب الكلاب. السلام عليكم.